السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عاد الناخب الوطني وليد الركراكي للحديث عن علاقته بحكيم زياش، مؤكدا أنه لم يقدم له أي وعود، باستثناء تأكيده على مراهنته على خدماته خاصة في مونديال قطر 2022. وقال الركراكي في حواره مع كانال بلوس الفرنسية: حاورت حكيم زياش وكان أمرا مهما أن تكون رابطة بيننا مبنية على الصدق، وإذا كنت سأقول واحدة من المزايا التي أتسم بها رغم أنني مليء بالمساوئ فإنني أتحدث بصدق مع اللاعبين. وتابع: تحدثت مع حكيم عن الأمور التي لم تعجبه وشرحت له الأخطاء التي قام بها، كذلك لم أعده بشيء، أنا فقط أراهن عليه، وهذا أمر واقع وأنا في حاجة لأفضل مستوياته. يذكر أن حكيم زياش قد سجل عودته لصفوف المنتخب المغربي في مواجهة تشيلي الودية عقب غياب دام أزيد من سنة بسبب المشاكل التي جمعته بالناخب الوطني السابق وحيد خليلوزيتش.